السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. وكنتمنى ايضا تقبلوا عليا في التصوير في الصوت، راه عيان شويه ما شكيت عليكم. بغيت نشارك معكم هاد الكيكه درت كيكه على شكل لاطاغت درتها وبغيت نتشاركها معكم، وعلاش لا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. فضلا يا امرنا ما تنساوش من التعليق ديالكم واللايك ديالكم، ودعموني بمشاهدات ديالكم. درت هنا 4 بيضات وكاس تاع سنيده. كنحاول نقص الحلاوه شويه. نضربها معكم بالطباق، غادي نطربها. انا رجعت ما ندير الازعاج بالصوت تاع الطراب. بعد ما طربتها غنزيد ليها الزيت، كاس لاو ديال الزيت. غنزيد الزيت شويه بشويه ونبدا نطرب. غادي نحبس الطراب الكهربائي، غندير غير اليدوي العادي. نسمو ليا كيكه ندير شويه تدخل في الطراب. نسيت شويه الملحه نزيدها معكم. دابا غادي نقشر الليمون. كاس الحليب كندير بس دانون، الا عندي دانون كندير دانون، ما عندي دانون كندير حليب باش نولي معلومه. هنا داب ليا قشر الليمون اللي عندي في الفريغو. غنبدا نزيد الطحين شويه بشويه. الطحين اصلا غابلتو قبل باش ديال الوقت، غابلتو. غنبدا نزيد الطحين شويه بشويه، ومن بعد ندير الخمارات. عندي 2 خمارات. انا غبرت ودرتو في هاد الحك. نبدا نحرك شويه بشويه. هاد الكيكه تجي ثقيله شويه لأن ندير فيها التفاح. غنزيد هنا شويه الطحين وندير عاد ندير الخميرات. غنخصني تقريبا 3 معالق وندير معكم الخميرات. عندي وحده من ازار، عندي وحده من بقات لي في الكوزينه، مكاينش يتسخر ليا. بقات لي وحده من هنا وحده من هنا، درتهم بجوج. ازار وحده ايديال. غنبدا نحرك هنايا حتى تخلط ليا الكيكه ديالي ونرجع معكم. الكيكه ديالي ها هي، والتفاح ها هو قرطتو قطعتو طروشات طوال
ودرت ليه الحامض باش ميتغيرش فيه اللون. هنا غنجي ندير واحد المعلقه ديال الخل، معلقه ديال الخل في الكيكه ديالي، وغنخلطها باش نديرها في الطاوه ديال الكيكه، ونصطفي عليها التفاح. وهذه هي الطريقه اللي كندير الكيكه ديال التفاح. هنا درت البيض بزايد، ها هي كندير جوج بيضات، درت البيض بزايد باش ندير جوج قوالب. حيت عندي غراض، هذه غنديها معايا، غنخرج انا مع البنات غنديها معايا، وهذه هذا غنخليه الولد في الدار. بسم الله. كنهز ديال الفوق وتنخوي الكيكه باش تجي طالعه، واخا هي ديال التفاح كتجي بحال الطاخت، ما كتجيش طالعه بزاف. تجي بحال الطاخت ما تجيش طالعه بزاف، عفوا. هنايا غادي القالب دهنتو بالزبده ودرت ليه طحين باش ما يلصقش ليا. نشرب عليه نخليه هنايا، نكملها هنا. غنبدا نستفدي التفاح هنايا، غادي نصطفو كاملو ونجي نشارك معكم الشكل النهائي ديالو بلا ما نطول عليكم الفيديو. وها هي الكيكه بعد ما درت لها التفاح كاملها، وعندي هذا القالب الصغير الطويل هو هذا، نقلبو باش نشاركو معكم. هو هذا وهاتي ان شاء الله بعد ما تطيب غنشاركها معكم ونشوفوا الشكل النهائي ديالها. وهذه هي الطاخت ديالي، كيكه اللي صايبت معكم. هذا هو الشكل النهائي ديالها. دهنتها بشويه كوفيتير ودرت ليها كاوكاو مهمش، وقليتو وقطعته غير بالموس، ماشي طحنتو، غير بالموس ورميتو عليها غيشد مع الكوفيتير اولا العسل. هنايا هذا هي القالب الثاني، قطعت منه باش نوريكم الشكل ديالو. ما شاء الله طلعت غزاله ومذاق ولا اروع. نتمنى تجربوها. فضلا وبس ارمان الى عجبكم الفيديو ديالي اليوم، ما تنسونيش من اللايك ديالكم والتعليقات ديالكم، واللي باقي ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل الجرس باش توصل بكل جديد واهتمامات صلاح. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى المتابعه ديالكم وعلى الاخلاص والوفاء. وشكرا الناس اللي كتخلي التعليقات ديالها زوينه وكتشجعني.